السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل جمعة كنجلسوا قرب سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم باش نتعلموا من حياته، من أخلاقه ومن الطريق اللي مشى فيها حتى وصلنا لنور الإسلام. فمرحبا بكم في برنامج الأسبوعي على خطى الحبيب. نبداو على بركة الله. من بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، بدا واحد الفصل جديد في حياته اللي هو الاستقرار والعمل والتأمل. كان معروف بالصدق كيف قلنا، وكيخدم في التجارة، كيعاون الناس، كيشاركهم أفراحهم وأحزانهم. ولكن في وسط هذا الشيء كامل كان قلبه كيحس أن هذا المجتمع فيه شي حاجة ناقصة. الناس كيعبدوا الأصنام، الظلم انتشر، البنات كيتدفنوا وهما أحياء، الضعيف ما عندوش الحق والغني كياكل حقوق الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عجبوش هذا الحال نهائيا. هذا المنكر كامل ووسط هذا الشيء اللي ذكرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما عجبوش هذا الشيء، وبدات النفس ديالو كتنجذب للتفكر، للهدوء وللعزلة. بدا كيمشي بزاف لغار حراء، كيطلع للجبل وكيبقى بالساعات وربما بالايام كيصلي وكيطلب من ربي الهدايه والنور. وخديجه رضي الله عنها كانت كتساندو، كتفهمو وكتوصل له الماكله وكتوقف معاه. العبره من الحلقه، الا حسيتي بالوحده وبالضيق وبغيتي تهرب من هذا العالم، راك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى هو في قلبه كان كيطلب شي نور وسط الظلام. وهذاك السكون كان بداية أعظم رسالة. ختاما، الجمعة الجاية غادي نعيشوا لحظة تغير التاريخ، نزول الوحي لأول مرة. خلي قلبك مع الحبيب وعيش على خطاه عليه أفضل الصلاة والسلام. ونقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.